الأكلة بقى بتاعت النهاردة كل الأمهات بيحذروا منها وفعلا عندهم حق. بس الحكاية بقى ابتدت بعد الحرب العالمية التانية في اليابان، وقت ما كان الناس بيعانوا جدا من الجوع، مفيش أكل كفاية للمجتمع ده كله. قالوا لك لازم يلاقوا حل يخلي الناس دي تاكل بسرعة وكمان بتكلفة أقل. جربوا بقى يعملوا النودلز اللي بتتقلي في الزيت بدل ما تتسلق، وبعد كده أول ما يحطوها في المية ترجع طرية تاني. ومن هنا بقى سنة 1958 اخترعوا أول نودلز فورية. النجاح كان خرافي. في السبعينات بقى الفكرة انتقلت لإندونيسيا، وهناك شركة معروفة قوي اسمها إندو فود خدت الفكرة وطورتها، وطلع لنا سنة 1982 الإندومي اللي كلنا عارفينها النهاردة. ومن وقتها بقى خرجت برا آسيا وبقت أكتر وجبة سريعة في العالم كله. اليابان أو إندونيسيا لحد مصر والعالم العربي، يعني أكلة اتعملت في وقت الجوع دلوقتي بقت المنقذ لأي حد جعان ومستعجل. في الآخر بقى اعمل لايك وسبسكرايب عشان نحكي لك الحكاية الجاية وهي